كله يجمع. هنتكلم على رواية محمد صادق الجديدة الدامة. دامة هو الاسم المستعار اللي استخدمته بطلة الرواية علشان تعمل صفحتها على الفيسبوك عزيزي. هي مذيعة راديو مشهورة، معقدة نفسيا شوية من ناحية الرجالة لأسباب مختلفة، من أول باباها لطليقها مرورا بعمها وأخوها، وكمان كانت معقدة من مامتها. عملت صفحة اسمها عزيزي علشان تجيب حق كل البنات اللي اتحطمت من رجالة، كانت بتدافع عن البنات الضحايا وكانت بتجيب حقهم من الرجاله، وكل ما تنجح في ان هي تجيب حق واحده تكتب على الفيسبوك ان ده اتعمل، بس من غير ما تنشر الاسامي. وفي يوم دخل واحد اسمه صفيه على الصفحه وبعت لها رساله، وقعدوا يتكلموا مع بعض لحد ما بقوا اصدقاء، وقرر يساعدها في كل الانتقامات بتاعتها، لحد ما في يوم طليقها قرر انه هياخد بنته منها. استغل طليقها علاقتها بصفيه ورفع عليها قضيه، وكان عايز يضم البنت بشهاده مامتها اللي وقفت ضدها مع طليقها، وقال بقى على علاقتها بصفي، وقال عليها ان هي مريضه نفسيا، وفضحها على كل حته في السوشيال ميديا علشان هي كانت مشهوره. وطبعا في ناس اشتركوا معاه من الرجاله اللي كانت قبل كده خدت حق البنات منهم على الفيسبوك، وتعرف ان دامة هي نفسها المذيعه المشهوره، واتقال بقى انها ام مريضه وانها عندها عقد نفسيه، واتفضحت في كل مكان واترفدت من شغلها. صفيه ما سكتش، بالرغم من ان هم اتهموه بانه بيحرض مريضه نفسيا على الانتقام. جمع كل البنات اللي هي خدت حقهم قبل كده وعمل لهم فيديو يحكوا فيه كل اللي حصل لهم بالظبط، وازاي دامة قدرت تساعده. وفعلا راح للمذيعه ما كانتش اتكلمت في الموضوع قبل كده وعمل حلقه عندها، وتطوعت واحده من البنات الضحايا اللي دامة جابت لها حقها وطلعت تحكي في التلفزيون كل اللي حصل، وتتكلم على دامة على انها بطله خارقه جابت لهم حقهم، ما هياش مريضه نفسيا ولا حاجه. وبعد الحلقه اتحولت دامة الى بطله تستحق التقدير، وحست قد ايه هي قضت على ظلم وفساد، بس خلت صفحتها مش للستات بس، بقت للستات والرجاله اللي تعرضوا للظلم من البشر عامه على قوانين لا يعاقب عليها القانون، لان الشر مش صفه ذكوريه، هي صفه بشريه، وفي ستات شرها اكبر من الرجال، بس في مجتمعنا الشرقي شر الرجاله اوضح شويه. الكاتب بيقول ان سبب كل المشاكل اللي احنا بنتعرض ليها هو السكوت، السكوت على الغلط اللي احنا بنشوفه وبنحس بيه، والسكوت على الظلم في حقنا عشان بنخاف نتفضح او علشان المركب تمشي. اكتر حاجة بتحولنا لمرضى نفسيين هي السكوت في وقت كان لازم نتكلم فيه. ايه رأيكم؟ قولولي في الكومنت. انا فيروز يسري، ودي حكاية قبل اليوم.